السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم البنات، واش راكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم جبت لكم وصفة جزائرية 100% قديمة وفي نفس الوقت بنينة تهبل تهبل. الناس كامل يحبوها. كاين برك اختلاف، كاين اللي يحبها حارة وكاين اللي يحبها شوية شوية. اذا كانت تحبيها حاره حبيبتي ديري الفلفل الحار بزاف، واذا تحبيها شويه شويه ديري فلفله حاره والباقي فلفل حلو. وهذا يبقى اختياري، كل واحد والذوق تاعو وكل واحد يطبخ كيما يحبو تاع دارو. شوفوا حبيباتي، انا جبت اليوم فلفل ماهوش حار بزاف بزاف، كنت شويته كيما راكم تشوفوا حبيباتي، ومن بعد زدت شويه الطماطم. وكي تكملي تشوي الفلفل والطماطم نتاعك ديريهم في الساشي باش يكون ساهل باه تقشريهم هكا. كاين اللي يغسل الفلفل تاعو تحت العين، انا ما نحبش هكاك نهائيا، لانه البنه تاع الفلفل وريحه النار هذيك تروح لك وما يقعدش فيها البنه تاع الحميص. انا نشتي الحميص يكون هكا، وماذا بيا ماذا بيا ما نقشروش مليح مليح، نحي برك النسبة الكبيرة ونخلي شوية برك من هذيك الكحولية باش تعطي لي بنة ولا أروع. جربيها حبيبتي بهذه الطريقة وأكيد رايحة تعجبك. وماذا بيا تجربوا الوصفات اللي راني نديرهم لكم حبيباتي. كما قلت لكم راني نحاول دائما نجيب غير الوصفات الاقتصادية لأي وحدة في البيت، سواء كانت مبتدئة تقدر تدير هذه الوصفات الجزائرية التقليدية البنينة بزاف بزاف. هنا بعد ما قشرت الفلفل تاعي راح نرجع للطماطم كما راكم تشوفوا حبيباتي، حتى هو نزيد نقصه هكا مكعبات صغيرة. وثاني كاين اللي يحب يدير المكونات هذو يربيهم بزاف، انا ثاني ما نحبش هكاك، نحب يكونوا قطع هكا باينه كي تاكلي الحميص باين واش راكي تاكلي. واذا كانت تحبي حبيبتي ترحيهم في الاشوار ما كان حتى مشكل. انا جبت الطماطم تاعي كيما راكم تشوفوا، قصيته حتى هو مكعبات الكميه اللي عندي. درت ربع حبات تاع طماطم هما صغار، اذا كان الطماطم تاعك كبير ديري زوج حبات ولا ثلاثه يكفيوك حبيباتي. بهذه الطريقه نكمل نقص الطماطم تاعي هكا، شوفوا نقصو كما قلت لكم مكعبات صغيره شويه. المهم حبيباتي اللي تتفرج الفيديو تاعي ويعجبكم المحتوى ديروا حبيباتي ابوني وديروا جيم باش يطلع الفيديو تاعنا لاكبر عدد من المشاهدين، وان شاء الله تكبر اللمه تاعنا. ونقول لكم حبيباتي اللي دخل القناه تاعي ودار ابوني نقول لك شكرا حبيبتي، وشكرا لكل الاخوات سواء القدم سواء جدد. انا على بالي بلي القناه تاعي راهي مازالت صغيره بزاف بزاف، ولكن نقول لكم نحبكم بزاف بزاف، وان شاء الله تكبر العائله تاعنا لما لا. وانا القناه تاعي راني درتها مختلفه، ساعات نجيب لكم وصفات تقليدية، ساعات نحاول نهضروا شوية في المواضيع اللي تخص المرأة الجزائرية. وإن شاء الله كامل نكونوا بخير في هذا العام، وإن شاء الله يجي بخير ومعه بإذن الله. نرجع للوصفة تاعنا حبيباتي. بعد ما قصيت الطماطم والفلفل درتهم في المقلاة، درت لهم مغرف خل ومغرف زيت. انت اذا عندك زيت زيتون من الاحسن ديري زيت زيتون، وانا نحب ندير الحميص تاعي شويه كسبر يعطيلو بنه هايله هايله. اذا كان ما كاينش موالفه ديري حبيبتي الكسبر، جربيه وردي لي بالخبر. وندير شويه ملح حسب الكميه ولا حسب الرغبه كيما تحبي حبيبتي، ونرد المكونات هذو فوق النار لحوالي 5 دقائق برك يندمجوا كامل مع بعضهم ويتشربوا شويه لاصوص هذيك اللي درتها. وهنا الحميص تاعي بعد ما طاب شوفوا حبيباتي الفلفل باين والطماطم باين، صدقوني جا هايل هايل. نسيت حبيباتي نصور لكم الثوم، راني درت زوج حبات ثوم، اذا كانت تحبي تشويها ولا ديريها هكا خضره يعني. وان شاء الله نقول لك جربي الوصفه تاعنا تاع اليوم واكيد رايحه تعجبك، وصدقيني جا حميص ولا اروع، سيرتو مع الرخساس يجي بنين هايل هايل. اذا كان تحبوا الوصفه تاع الرخساس اكتبوا لي في لي كومونتار، وباذن الله راح نديرها معكم في الفيديوهات الجايه. ونقول لكم حبيباتي انضموا الى القناه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، وسلام.